بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شبابنا شباب أولى ثانوي، الأخبار عاملين؟ أتمنى تكونوا بخير. معاكم أخوكم مستر محمود عبد الله، والنهارده هنتكلم على أول حصة مكثف. النهارده كده حصة لذيذة، حصة خفيفة، ما تقلقش. قبل الامتحان هنزل لك الحصص بتاعتك وتنزل لك ليلة الامتحان بتاعتك، وهنحل وهنراجع وهنعمل كل حاجة. شطات، ما تقلقش. ظهرك ورا، كشكولك في ايدك، واحدة واحدة، وبسم الله نبدأ. تبقى عارف إن إحنا هنعمل إيه بقى، او شغلنا هيبقى ماشي ازاي. مبدئيا انا هشرح جزئيه، هشرح يونت مثلا، واديك 4 5 6 7 اسئله، وبعد كده اشرح اليونت الثاني واديك 4 5 6 اسئله، ونخش على امتحان شامل. شطط ده وده وده. ركز بقى معايا، بسم الله. اول حاجه نبدا بيها طبعا ريفيجن 1 يونت 7. اول حاجه مستر يونت 7 يا ولاد ده كان بيتكلم بقى على الناس المختلفه، وكان بيتكلم على اليابانيين والصينيين، فاكر؟ وبعض الشعوب المختلفه، وقعدنا نقول بقى التحيات والدنيا هنا كانت ازاي وهنا كانت ازاي. لا، الدنيا كانت لذيذه معايا. واتكلمنا كجرامر بقى، وده اللي يفرق معايا. بدأنا بسم الله بحاجه اسمها الباست سمبل او الماضي البسيط. بص بقى، ايه المعلومات المفروض ان انت تعملها؟ مبدئيا كده يا مستر، الماضي البسيط يا ولاد بيجي بطريقتين: معلوم اللي هو اكتيف، ومجهول اللي هو الباسيف. واحده واحده بقى. مستر المعلوم يا ولاد بتاع الماضي اللي انت بتاخده من وانت عيل صغير، ايه هو؟ قلت لك يا مستر والله ان اي فعل عايز اخليه ماضي احط له ايدي او تصريف تاني. يعني يا مستر تصريف تاني، يعني مثلا ايت، الماضي بتاعها ate، ده التصريف الثاني. طيب ايه يا مستر بقى المجهول؟ والله يا مستر المجهول بتاعي بيتكون من was aware بلس البي بي. was aware زائد البي بي. was aware زائد البي بي. was يا مستر والله لو انت مفرد، where لو انت جمع. لا عايزك تفوق معايا، ها ما تسرحش كده، ابدا كده وخش في المود معايا بقى. بنتكلم، انا بعرف منين يا مستر اللي انا ماضي؟ بص والله يا مستر انا بعرف اللي انا ماضي بطريقه من اتنين. واحد، المعنى او المبدا. تعالى كده، اول طريقه بعرف اللي انا ماضي من المعنى، معنى الجمله او المبدا بتاعي. يعني يا مستر معنى الجمله او المبدا بتاعي، هديك المثال الشهير بتاعنا. اجي اقول لك مثلا والله المصريين القدماء نقط الاهرامات. انت شايف ان المصريين القدماء دول بنوا ولا لسه بيبنوا؟ لا والله يا مستر المصريين القدماء بنوا. طب عرفت منين اللي انت ماضي؟ يلا ما هو مفيش حاجه تدل على الماضي. معنى الجمله يا مستر، معنى الجمله في زمن الماضي، فتخلي بالك كويس قوي من الحوار ده. تمام. اتنين، تعرف منين يا مستر اللي انت ماضي؟ من حاجه اسمها الكي ووردز او الكلمات الداله. في يا مستر معايا شويه كلمات، اول لما بشوفها بعرف ان انا ماضي. طبعا كان في كلمات انت اوريدي عارفها من وانت عيل صغير. زي ايه يا مستر الكلمات دي؟ yesterday, last ago, once in the past. بص كده معايا، دي الكلمات اهي. yesterday, last ago, once in the past. اول لما تشوف يا مستر الكلمات دي على طول تعرف اللي انت في زمن ايه؟ في زمن الماضي. كله فل؟ في حاجه اقول لي عادي. المهم، تعالى قلنا يا مستر يسترداي يعني ايه يا ولاد؟ يعني امبارح. لاست معناها اللي فات، بس خلي بالك ان لاست بتيجي زائد فتره، لازم يجي بعدها فتره. يعني اقول لك مثلا لاست ويك الاسبوع اللي فات، لاست مانث الشهر اللي فات، لاست يير السنه اللي فاتت وكده. اجو، اجو يا مستر معناها منذ. اجو معناها ايه؟ منذ. once، once معناها ذات مره. in the past يعني في الماضي. تعالى بقى كده اما اديك شويه كلمات جديده اللي احنا اوريدي عارفهم. يعني قلنا حاجه اسمها once upon time. يعني مستر once upon time يعني كان يا مكان. بتكلم مثلا على حاجه اسمها in the past. يعني مثلا in the past يعني في الماضي. in the past يا مستر يعني ايه؟ يعني في الماضي. خد بقى كلمتين بزياده. اجي كده على كلمه in the past، اقول لك والله يا حبيب قلبي معايا حاجه اسمها in زائد اي سنه في الماضي. انت مثلا 2010، in 2010 ده سنه في الماضي. اجي اقول لك معايا حاجه اسمها in ancient times.
يعني في عصور قديمة. اجي اقول لك مثلا the other day. يا مستر the other day يا ولاد يعني ديك النهار، يعني اليوم السابق، اليوم اللاحق كده، فاهم؟ دي اول جزئيه. يبقى يا مستر اتكلمنا على الماضي بسيط معلوم ومجهول، واتكلمنا على الكلمات الداله والمعنى بتاعه. دخلنا بعد كده بقى على اهم جزئيه في نص المنهج الاول. ايه يا مستر اهم جزئيه دي؟ تعالى على جنب دي، عشان ايه احنا هنا عايزين تفرغ تام. اتكلمنا يا حبيب قلبي على حاجه اسمها ظهرك ورا بقى كده، وخش معايا وابدا اسخن. اتكلمنا على حاجه اسمها used to. واحده واحده بقى. مستر used to يا ولاد ليها شويه معلومات كتيره وحاجات كتير مهمه تخلي بالك منها. مبدئيا كده يا مستر بنتكلم وبنقول يا ابويا واحده واحده. used to يا مستر، والله يا ولاد used to تبقى عارف ان معناها ايه؟ اعتاد ان. used to يا مستر معناها ايه؟ اعتاد ان. used to معناها اعتاد ان. قول معايا used to معناها اعتاد ان. بعد كده قلت لك يا مستر ان used to بيجي بعدها الفعل ايه؟ في المصدر. يعني اجي اقول لك he used to play. play جت سهله. used to يا مستر دايما بيجي بعدها الفعل في المصدر. بس خلي بالك ان انا ممكن يا مستر used to عادي جدا ممكن يجي بعدها الاي ان جي. ستر يا رب، الاي ان جي ازاي يا مستر؟ طب والمصدر؟ بص هو دايما مصدر. طب امتى بقى الاي ان جي؟ والله يا مستر يجي بعدها الاي ان جي لو جه قبلها بي او جيت او بيكم. تعال نفسر المعلومات دي كويس قوي. مبدئيا يا مستر بتكلم على بي. يعني ايه يا مستر بي دي؟ بي يا ولاد اللي هي ام او از او ار او was او وير. جيت واخواتها، يعني جيت واخواتها ممكن تبقى جات، ممكن تبقى جيتس، ممكن تبقى جيتنج. بيكم واخواتها بيكمز، بيكيم، بيكامينج كده يعني. اول لما تشوف اي واحده من دول قبل يوزد تو حط الاي ان جي. يبقى لحد دلوقتي يا مستر بتكلم على ان يوز تو معايا. يوز تو مستر معناها ايه؟ اعتاد ان. يوز تو معناها اعتاد ان. يوز تو مستر بيجي بعد الفعل في المصدر، بيجي بعدها برضو الاي ان جي. طب امتى يجي بعدها الاي ان جي؟ لو جه قبلها بي او جيت او بيكم. خش على اللي بعده. اللي بعده يا مستر والله بتكلم وبقول لك ان يوز تو اسال بديد وانفي بديدنت. بس خلي بالك يعني ايه اسال بديد وانفي بديدنت؟ دي لما هي يوز تو معناها اعتاد ان. فانا اقدر اقول لك والله هل انت اعتدت اللي انت تلعب كوره؟ فاهم؟ دي يا مستر كده ده سؤال. طب عايز انفي، عايز اقول لك والله انت لم تعتد ان انت تلعب كوره. طب بص بقى الحاجات دي دي ودانك يا مستر الاثنين بيجي بعديهم الفعل في المصدر. خلي بالك عشان دي نقطه امتحان. يعني يا مستر بيجي بعديهم فعل في المصدر، يعني بالبلد يا حبيب قلبي هتلاقيها يوز تو. هتلاقيها ايه؟ يوز تو. تمام. عايز اقول لك بقى نقطه والتركايه جديده شويه. انا ممكن يا ولاد انفي بنيفر، ولكن تبقى عارف never used to. هو ايه يا مستر الفرق؟ ان انت لو نفيت ب didn't يبقى انت كده بتنفي بكام طريقه؟ باتنين. يا اما didn't يا اما never. والله يا مستر لو نفيت ب didn't يجي بعدها used to، لكن لو نفيت ب never يجي عادي جدا used. never يا ولاد بتيجي مع الازمنه البسيطه سواء مضارع بسيط او ماضي بسيط، ودي معلومه عندك. بتكلم يا مستر بعد كده ان في حاجه بتساوي used to. ايه هي يا مستر؟ حاجه اسمها يا ولاد no longer و anymore واني لونجر. مالهم الثلاثه دول؟ الثلاثه دول يا ولاد مهمين شويه. ليه؟ علشان الثلاثه دول بيجوا في زمن المضارع. يعني مثلا المضارع يعني مفرد اس لجمع ساده. مفرد هياخد اس والجمع هيجي ايه؟ ساده. اول لما تشوف الثلاثه دول تعرف ان انت في زمن المضارع. خلي بالك. طب ومعناهم ايه؟ معناهم لم يعد. اجي اقول لك والله حنان لم تعد تدخن. خلاص هي ما بتدخنش. تبقى عارف ان الثلاثه دول بيجوا في المضارع، يعني مفرد اس جمع ساده. وبمعنى اصح لو عايز تنفي هتنفي يا مستر بحاجه اسمها don't او doesn't. بس خلي بالك بقى don't او doesn't الاثنين بيجي بعدهم الفعل ايه؟ في المصدر. بعد كده اخر معلومتين. تعالى بقى كده عشان المعلومتين دول ايه؟ ممكن يبقوا كبار شويه. ايه هتكبر؟ هتكبر؟ ده اكبر حاجه. طب هتصغر؟ ماشي. المفروض يبقوا عاملين لنا تايمر.
ما ادوس لا مش عايز ادوس صفحه جديده، انا عايز في البتاع عشان يبقى كله البتاع في بجد والله. المفروض يبقوا عاملين لنا تايمر اللي هو 50% 100%. هو بيبان. فين بيبان منين؟ اعمل ايه؟ اعمل كده؟ فين؟ فين تحت فين؟ النص تحت. يا ولاد اللعيبه ايه ده بجد والله، اقسم بالاول مره اخد بالي. ايه ده ايه ده ايه ده إيه؟ بجد والله. طب استنى كده، اكبر جدا ده 80% وايه ده إيه ده؟ ده انا ممكن اكبر جدا. اخره كام كده ثانيه؟ لا مؤاخذه يا اولاد. لا ايه ده، هو اخره 100 واو، ده بيكبر الى ما لا نهايه. يعني انا لو مثلا كتبت كده محمود مثلا، ممكن اوصل لحد بتاع كده. نصغر صغر انا ايه. يا ساتر يا رب، دي اصغر محمود دي. بص بص بقت عامله ازاي. حبيبي على الطلاق مروان يا عم. خلاص ماشي، نصغر بقى يعني نصغر. بجد والله انا اول مره اكتشف الحوار ده هنا. بجد والله ده جميل جدا، ما شاء الله. ده احنا اتطورنا، التكنولوجيا بتتطور. المهم بص بقى، معايا مستر حاجه اسمها used to but now. used to ايه؟ but now. يعني مستر used to but now يعني اعتاد على ولكن دلوقتي. يعني اجي اقول لك مثلا انا كمحمود اتعودت ان انا اكتب والبتاعه كبيره، ولكن دلوقتي لا، مش هعمل كده. فاهم؟ فانا يا مستر used to but now يجي بعدها حاجه من اتنين، يا اما فعل يا اما كينونه. وافهمك يعني ايه دي ويعني ايه دي. فعل يا مستر هتاخد don't او doesn't. كينونه isn't او aren't. isn't لو انت مفرد طبعا، aren't لو انت جمع، don't لو انت جمع، doesn't لو انت مفرد. ولازم الحته دي بالذات اديك عليها مثالين ثلاثه عشان تفهم اكتر. يا مستر كينونه يعني هتلاقي بي. تعالى كده اما اشرح لك انا بقول ايه. بص يا قلبي، معايا مستر حاجه اسمها used to but now. اعتاد على ولكن دلوقتي، يجي بعدهم فعل او كينونه. يعني ايه فعل؟ اجي اقول لك حماده اتعود اللي هو يلعب كوره، ده فعل. حماده اتعود اللي هو يصحى بدري، ده فعل. حماده اتعود اللي هو يشرب قهوه، ده فعل. لكن ايه يا مستر كينونه؟ اجي اقول لك والله حماده يوست تو بي، اعتاد ان يكون. يا مستر يكون ده انا عارف اللي ممكن حد يقول لي يا مستر طب ما يكون ده فعل. حبيبي انا عارف ده، بس احنا في الانجليش مقسمينها لافعال عاديه وافعال كينونه. فاهم؟ انت كل اللي هتشوفه في كينونه هتلاقي كلمه بي، فتعرف ان انت ايه كينونه. يعني خد سؤال مثلا اجي اقول لك ايه، he used to مثلا study hard but now he not. but now he اسمع but now he don't ولا doesn't ولا isn't ولا aren't. بص كده معايا، انا مستر هنا بقول لك ايه؟ بقول لك والله he used to study، اعتاد ان يذاكر. يذاكر ده فعل ولا كينونه؟ والله مستر يذاكر ده فعل. بما اننا حبيب قلبي فعل، فانا يا اما دونت يا اما doesn't. دونت لو جمع، doesn't لو مفرد. انا بقول لك هي يعني ايه مستر هي؟ يعني هو ده مفرد ولا جمع؟ هو ده مفرد جدا. والمفرد يا مستر هياخد ايه؟ هياخد doesn't. تشكر الف شكاره. يلا بينا نكمل. عايز اقول لك لما تطلع ثالثه ثانوي او تانية ثانوي بالنسبه لك انت، هقول لك والله ان used to but now عاكسها. يعني عاكسها ممكن تبقى do او does، is او are. هفهمك الحوار ده بعدين. المهم دخلنا مستر على اخر معلومه بقى. اخر معلومه في used to ايه هي؟ بقول لك يا مستر ان used to بتساوي حاجه بقى اسمها in the habit of. in the
habit of. يعني مثلا in the habit of in the habit of مثلا معناها في عاده. اجي اقول لك والله يا مستر هو في عاده الريدنج، القراءه، الكتابه، فتبقى عارف يا مستر ان in the habit of بيجي بعدها الايه؟ الاي ان جي. تعالى بقى كده نصغر كل ده عشان تبقى المعلومات كلها متوفره قدام، برضو ده اكبر حاجه يعني. ماشي خلاص. بص يا قلبي، ظهرك ورا كده. اتكلمنا مثلا على حاجه اسمها يوز تو. قلنا مثلا يوز تو معناها ايه؟ اعتادا. يوز تو معناها ايه؟ اعتادا. بعد كده قلنا ان يوز تو بيجي بعدها الفعل ايه؟ في المصدر. بيجي بعدها الفعل في المصدر. يوز تو تبقى عارف ان انت تقدر تنفي او تسال. والله يا مستر تنفي او تسال، تنفي بديدنت وتسال بديد، بس الاثنين دول بيجوا بعدهم فعل في المصدر. او اقدر انفي بنيفر، بس نيفر يجي بعدها ايه؟ يوزد. اتكلمنا قلنا ان يوزد ممكن يجي بعدها الاي ان جي. امتى يا مستر اي ان جي؟ والله لو جه قبلها بي او جيت او بيكم. بي او جيت او بيكم. خلي بالك كويس جدا من الحوار ده. بعد كده مستر اتكلمنا على حاجه اسمها نو لونجر، اني مور، اني لونجر. تعرف ان دول اول ما تشوفهم تعرف انت مضارع بسيط. يعني مضارع بسيط يعني مفرد اس جمع ساده وايت وعن معلومه الجمع. اسمع وركز ما تسرحش. بعد كده used to but now يعني اعتاد على ولكن دلوقتي. يجي بعدها حاجه من اتنين، يا اما فعل يا اما كينونه. والله يا مستر لو انت فعل هتبقى يا دونت يا دازنت، لو انت كينونه هتبقى يا اما ازنت يا اما ارنت. خلي بالك مفرد جمع والحاجات دي. بعد كده مستر بتكلم على حاجه اسمها ان ذا هابت اوف. يا مستر ان ذا هابت اوف بيجي بعدها الايه؟ الاي ان جي. تعالى كده خد لك سؤالين على السريع. عايزين نكبر جدا بقى عشان نبقى نصغر براحتنا. حلوين. يلا بسم الله. بص بقى كده على الكويستشن تايم، وقت الأسئلة. واحد. He used to not hard. خدها كوريكت عشان ننجز بسرعة. اجي اقول لك studying. واحد. اتنين. He got used to not hard. ما بين أقواس studied. ثلاثة بيقول لك ايه؟ He no longer نقط ما بين أقواس smoked. أربعة. حاول تكتب الإجابة على طول وأنت قاعد قدامي معاك كشكولك بتكتب الإجابة. أربعة مستر بيقول لك إيه؟ He used to be sad but now he not. But now he don't doesn't ولا isn't. حلوين دول. اللي بعده سؤال رقم 5. 5 مستر اجي اقول لك ايه؟ والله did you study hard using. حلوين دول. تعالى كده بص معايا كده. هديك دقيقة واحدة. جرب فكر شوف الدنيا ممكن تمشي ازاي. انا ده ولا اللي كان بيعمل صوت؟ ايه؟ تسلم، انت راجل محترم. انت قد الدنيا. ها حلينا. اخش. بسم الله. he used to. والله مستر used to بيجي بعدها الفعل ايه؟ في المصدر، فالاجابه هتبقى ايه؟ study. 2. he got used to. والله مستر used to قلنا لو جه قبلها بي او جيت او بيكم واخواتهم يجي بعدها الايه؟ الاي ان جي، فالاجابه مستر هتبقى ايه؟ هتبقى studying. 3. he no longer. قلنا يا مستر no longer anymore any longer. اول لما تشوفهم تعرف انت مضارع بسيط. يعني مضارع بسيط يعني مفرد لسه جمع ساده، فالاجابه مستر هتبقى ايه؟ هتبقى smokes. 3. he used to be. يعني ايه مستر بي؟ يعني يكون. اعتاد ان يكون. قلت لك لما تشوف بي يكون تعرف ان انت كينونه. يعني ايه كينونه؟ يعني يا اما ازنت يا اما ارنت، فالاجابه مستر هتبقى ايه؟ هتبقى ازنت. 4 او ولا 5.
5 بيقول لك ايه؟ did you not to study hard. شايف did يا مستر والله بيجي بعدها الفعل في المصدر، مهمه جدا. فاللي جاي يا مستر هتبقى ايه؟ did you use. محدش يكتب لي used بعد كده. اتكلمنا يا مستر على الجزئيات الاخيره في يونت 7، كانت بتتكلم على حاجه اسمها الباست بيرفكت. يعني مستر باست بيرفكت يعني الماضي التام. قلت لك يعني ايه ماضي تام بقى؟ ركز اهو، نكتب بالعربي عشان اخواتنا ايه؟ الماضي التام، وادي الباست خد معاها كلمه بيرفكت. حلوين. يلا يا مستر والله يا ولاد الماضي التام، ركز بقى معايا. الماضي التام يا مستر كنت بقول ان هو اقدم حدث في الماضي. تعالى كده اهو، اقدم حدث في الماضي. يعني يا ربع اهي ماشي يا مستر. اقدم حدث في الماضي بالبلدي كده بقول ان انت مثلا امبارح كلت وبعدين رحت الدرس. اني اول حاجه حصلت؟ والله يا مستر اول حاجه حصلت اللي انت كلت. حلو، كلت ده بنسميه ماضي تام. طب رحت الدرس ماضي بسيط. مستر انت عايز تقول لي لو جبت لي 60 زمن في الماضي، 60 زمن حصل وحصل 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 وحصل، اقدم حاجه فيها بتبقى ايه؟ بتبقى ماضي تام. طب الباقي كله ماضي بسيط. يعني الشهر اللي فات انت خدت عيديه. خدت ايه؟ عيديه. بعد كده رحت اشتريت اكل مع اصحابك، رحت اشتريت هدوم، خرجت مع اصحابك، رحت السينما. انا اول حاجه حصلت خدت عيديه. خدت عيديه ده بنسميها ماضي تام. طب الباقي رحت السينما ماضي بسيط، كلت ماضي بسيط، اشتريت هدوم ماضي بسيط، صحابك ماضي بسيط. فاهم؟ فانا يا مستر كلامي بين حاجه من اتنين، يا اما يا مستر الماضي التام يا اما مستر الماضي البسيط. والله يا مستر لو انت ماضي تام فهتبقى هاد زائد البي بي. طب يا مستر لو انت ماضي بسيط هتبقى اي دي او تصريف تاني. اي دي يا مستر او تصريف كام؟ تاني. بعد كده يا مستر ركز. بعد كده يا مستر والله يا اولاد والله بنتكلم على امتى بستخدم الزمن ده في الروابط. ايه يا مستر الروابط بتاعتي؟ الروابط اللي بتربط ده بده. ايه هي؟ معايا حاجه اسمها افتر. حد عارف يعني ايه افتر؟ بعد. طيب وبيفور مره في النص ومره في الاول. ركز بقى معايا. انا يا مستر والله معايا لقطه بتقول لك ايه؟ الماضي التام هيجي. افهم، يا اما تفهم اللي انا هقوله يا اما تبصمج السبوره. الماضي التام هيجي افتر بيفور بعد افتر قبل بيفور. تاني، الماضي التام هيجي افتر بيفور بعد افتر قبل بيفور بعد افتر قبل بيفور. هو ايه يا مستر اللي بعد افتر ده؟ الماضي التام اللي هو هاد زائد البي بي، هاد زائد البي بي، هاد زائد البي بي. تعالى بس واحده واحده. انت هنا خدت هاد زائد البي بي، يبقى فاضلك يا مستر اي دي او تصريف تاني. تعالى دي افتر ايه؟ هاد زائد البي بي الناحيه الثانيه يا مستر اي دي او تصريف تاني. تعالى على بي 4 اخر حرف. بص على بي 4 اخر حرف من ايه؟ اي. طالما ايه يا مستر يجي بعدها ايه؟ اي دي او تصريف تاني. تعالى بيفور اخر حرف منها ايه؟ اي يا مستر يجي بعدها اي دي او تصريف تاني. الناحيه الثانيه هات زائد البي بي. على الاقل من مهلك بقى خد شويه تريكس وبعد كده خش على اللي بعده. يا مستر والله اول تريكايه بقول لك ان افتر. تعالى نبعد شويه، عايزين شويه سبيس. بقول لك يا نور عيني تعالى كده اول تريكايه نكتب بهذا اللون الفاقع. بقول لك ان افتر وبيفور لو مفيش فاعل يجي بعدها الاي ان جي. اتنين يا مستر بقول لك ايه؟
on يجي بعدها ing. 3 having يجي يا مستر بعدها البي بي. 4 معاك حاجه اسمها till وuntil. till وuntil يا مستر يجي قبلهم ماضي بسيط منفي، يعني يجي قبلهم يا اما didn't وطبعا حط المصدر، يا اما wasn't او weren't. بص بقى ايه، يا اما wasn't يا اما weren't. بس خلي بالك بقى wasn't او weren't لو حطيتهم على طول تعرف يا مستر ان يجي بعديهم الادجكتيف الصفه او النون، او لو كانت مجهوله. طبعا والناحيه الثانيه يا مستر يجي بعدها ايه؟ يجي بعدها had زائد البي بي. تعالى كده على الاقل من مالك ركز في الكلام ده. اتكلمنا على had واتكلمنا على after وبيفور، خد لك سؤالين عليهم عشان نبقى خلصنا الجزئيه دي. بسم الله، يلا اول سؤال يقول لك ايه؟ after he not TV he slept. 2 after not TV he slept. بص كده معايا، watch watching had watched this is the end. had watched ولا تعرف ان من ضمن المواهب اللي كان نفسي تبقى عندي ومش عندي ان صوتي يبقى حلو بجد والله، بدل اللي انا فيه ده. كان صوتي عريض بالذات وانا صاحي بقى، يا نهار ابيض. او اديني اي كاكاو بجد والله، اديني اي لا حاجه سخنه، شوكولاته في حاجه سخنه او حاجه لبن في حاجه سخنه بجد، هتسمع صوت انا بستغربني والله بجد، وقتها ببقى هموت وابقى فويس اوفر. انا بجد انا هبقى فويس اوفر باذن الله. هعمل ده يا جماعه. اللي ما يعرفش يعني فويس اوفر، يعني بتبقى في حاجه تتعرض وفي حد بيحكي، اللي هو once upon time there was a warrior. بجد انفع بجد والله. هبقى اجرب بس اعمل اكونت مش هعرف الناس ان ده انا، فاهم؟ واخد رايهم. حلو هكمل، وحش هكمل برضه عشان دي حاجه انا بحبها بجد والله. هو كده لازم. بس اخويا مروان انفع بالانجلش اكتر ولا بالعربي؟ انجلش بجد. ما ينفعش بالعربي. المحطه التاليه محطه عين شمس، سيتم فتح الابواب جهه اليسار. ايه؟ The next station is عين شمس station. The left side door will open. بس انا يعني انا لما يكون قدامي مثلا حاجه كده اقراها و المهم watching I'd watch it ولا watch it. المهم ركز معايا، انا عندي طاقه للكلام كتير، انا عايز اتكلم بصراحه، انا عايز فاهم كده. هنعمل فيديو الاسئله، لازم نعمل فيديو. هو فيديو الاسئله كده الاسئله معايا بقى الاسبوع ده باذن الله بجد. لا ان شاء الله، لا مش عارف. ركز طب معايا، بص على السؤالين دول. اول سؤال بيقول لك ايه؟ after he not TV he slept. انا مثلا بقول لك after الماضي التام بيجي after before بعد after، يعني بعد after عايز ماضي تام، فالاجابه هنا مثلا هتبقى ايه؟ هتبقى had watched. 2 after نقط. هنا يا قلبي مفيش فاعل. اسمعني، انت دايما بتدور على after he after we after نحن after هم after انا، فاهم كده؟ before انتم كده لازم يكون في فاعل، لكن هنا مثلا للاسف مفيش فاعل. فانا كان معايا قاعده بتقول لك ايه؟ افتر وبيفور لو مفيش فاعل يجي بعدها الاي ان جي، فالاجابه مستر هنا هتبقى ايه؟ هتبقى واتشنج. دخلنا مستر بعد كده على يونت 8. يونت 8 كان تافه جدا. يونت 8 مستر كان بيتكلم على حاجه اسمها البريزنت سيمبل او المضارع البسيط. طبعا كان بيتكلم في جزئيه على يوز 2 اللي احنا اوريدي خدناها، يعني يوز 2 اللي هي نو لونجر واني لونجر والحاجات دي كانت مضارع فكانت موجوده. بنتكلم على in the habit of دي في حاله المضارع، فاهم؟ فخدتها برضه، فانا اديتها لك مره واحده. تعالى بقى كده خد الباقي. بتكلم مستر على البريزنت ولكن simple
او المضارع البسيط لازم تبقى عارف الشكل ده. المضارع البسيط في منه معلوم وفي منه مجهول. المعلوم يا مستر والله هو الاز. خد راح فين؟ از ايه بس؟ مضارع بسيط معلوم هو المفرد هياخد اس، جمع هيجي زد، واي تعامل معامله الجمع. ده يا مستر المجهول والله يا نادي المجهول هو الاز والار بلس البي بي. از لو انت مفرد، ار لو انت جمع. طيب ايه يا مستر الكلمات او انا بعرف منين ان انا مضارع بسيط؟ واحد، الكلمات الداله. بس خلي بالك المضارع البسيط من ضمن احد الازمنه التي لا تحتاج الى كلمات داله لتظهر امامنا. مش محتاج كلمات داله، بس برضه انا بقول لك استخداماته. واحد بيجي مع الكلمات الداله. اللي هي يا مستر ايه الكلمات الداله؟ every open never always sometimes usually occasionally. every open never always sometimes usually occasionally. تعال. every open never always sometimes usually occasionally. دي كلمات الدالة. اشتاط مهمة جدا تحافظ عليها. اتنين يا مستر بعرف ان انا مضارع بسيط من الفاكت، الحقائق. وخلي بالك من المعلومة دي كويس جدا جدا جدا. يعني مستر الفاكتس الحقائق نور عيني. اجي اقول لك مثلا والله نهر النيل يجري في مصر. دي معلومة مهمة، دي حقيقة ثوابت. اجي اقول لك مثلا والله ان كوكب الارض يدور حوالين الشمس. دي حقيقه يا مستر. فانا يا مستر بتكلم على حاجه اسمها فاكتس. يعني ايه فاكتس؟ يعني حقائق. طيب ثلاثة يا مستر بتكلم على حاجه اسمها تايم تيبل. تايم تيبل يعني مستر تايم تيبل يعني جدول ومواعيد. جدول ايه؟ ومواعيد. جدول مواعيد مضارع بسيط. جدول مواعيد مضارع بسيط. حلو قوي. تعالى كده خد مثال. ادي جدول مواعيد، جدول ومواعيد مضارع بسيط. تعالى كده بقى خد لك لقطتين او لقطه وبعد كده خد الاسئله. ايه يا مستر اللقطه؟ حبيب قلبي عايز اقول لكم يا ولاد ان انت ممكن تربط بربطه المضارع البسيط ده. ايه مضارع بسيط ممكن اربطه بربطه؟ بيجي يقول لك اي ربطه. يعني ايه مستر اي ربطه؟ يعني ممكن احط افتر، ممكن احط اون، ممكن احط وين، ممكن احط وايل، ممكن احط اي ربطه. تعالى النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. اي ربطه اهي يجي بعدها مضارع ويجي بعدها الناحيه الثانيه مستقبل اللي هو ايه؟ والمصدر. يعني تخلي بالك كويس جدا. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا ممكن عادي جدا اقول لك ايه؟ after he will sleep. after he watches. ولا حد يقول لي يا مستر والله هتبقى had watched. بص معايا كده هنا، بص معايا انا يا عم راضي ذمتك. الطالب اول لما يشوف سؤال زي ده يقول لي يا مستر والله ايه ده؟ انت افتر الماضي التام بيجي بعد افتر. يلا يا غبي يا تيس افهم. انت هنا مش هتنفع. ليه مش هتنفع؟ علشان هنا في هنا في مستقبل. طالما في مستقبل يبقى انت عايز المضارع. افهم، مستقبل يبقى مضارع، مضارع يبقى مستقبل. لكن لو كنت ماضي كنت قلت لك الحاله تختلف بقى. لكن انت هنا مستر مضارع ومستقبل، فالاجابه مستر هتبقى ايه؟ ادي مستقبل هتاخد ايه؟ هتاخد مضارع اللي هو مفرد اس جمع ساده، فالاجابه تبقى ايه؟ واتشز. يلا بينا بقى نختم شويه كده اسئله حلوه كده في التيست بتاعنا، نحل لحد ما نظبط الدنيا ونزهق. يلا بينا نخش على الاسئله ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. اول سؤال بيقول لك ايه؟ تشيك ذا سكادجول. تبقى عارف ان اول سؤالين عندك في الامتحان جايين لك اختار اختيارين، وده مكمل معاك في ثانيه ثانوي تبقى عارف. المهم اول سؤال بيقول لك ايه؟ I check the schedule before the exam. The synonyms
يا مستر سينونيم يا ولاد معناها معنى. خد كلمتين كمان معناهم معنى. طب ايه مش ممكن تطلع؟ اطلع خلاص شكرا. ده بيطلعش ده زي ما هو ماشي. لو انت يا مستر عايز المعنى يبقى في كلمة سينونيم، يبقى في يا مستر كلمة اسمها as، في كلمة اسمها like، في كلمة اسمها similar. احفظ بقى الحاجات دي يا ابويا. في اي في نقطة بص يا جماعة ماشي. similar يا نهار ابيض. similar to وفي replaced by. يا نهار ابيض حوار تقيل قوي. ماشي خلاص يلا. I check the schedule. انا اتحقق من السكادجول before the exam قبل الامتحان. schedule يا مستر تعرف ان معناها جدول. في نقطة. المهم فبيقول لك ده سينونيم معنى كلمة schedule، معنى كلمة جدول. ايه يا مستر معنى كلمة جدول؟ والله ها جرب انت اشتغل قبل ما انا اشتغل. اشتغلت خش انا بقى. اجندة وكلمة تايم تيبل، الاثنين يا مستر معناهم جدول ومواعيد. بعد كده بكلمكم بقول لك the manager المدير asked an urgent meeting with the entire staff. يعني بلدي كده مستر المدير كان عايز يعمل urgent. يا مستر urgent يعني عاجل، خلي بالك كان عايز يعمل اجتماع عاجل مع الانتاير ستاف، مع الستاف كله. فبيقول لك يا مستر كلمه انتاير معناها بالكامل، ولكن هو عايز المضاد عكس opposite، يعني opposite او عكس كلمه entire، عكس كلمه بالكامل بالنقص او مش كامل، فاهم؟ فهتبقى imperfect وهتبقى incomplete. احفظ الحاجات دي. بعد كده مستر اول سؤال ده مهم خلي بالك منه. اول سؤال بقول لك ايه؟ always not others opinion. عايز اقول لك دايما تحترم اراء الاخرين. يعني مستر يحترم يعني respect. ده سؤال كان جاي في التقييم الاول. 2 technology allows us. التكنولوجيا بتسمح لنا ان احنا يكون عندنا صلاحيه الدخول على المعلومات. صلاحيه المعلومات يعني مثلا صلاحيه يعني access، صلاحيه دخول. 3 بيقول لك after getting، والسؤال رقم 3 ده مهم جدا وسؤال امتحان. سؤال مستر 3 بيقول لك ايه؟ after getting married، بعد ما اتجوزت she needs to، هي محتاجه اللي هي عايز اقول لك تتكيف على الحياه in the new city في المدينه الجديده. فعايز اقول يتكيف على، يعني مثلا يتكيف على يعني adapt to يا مستر يعني يتكيف على. 3 أو 4 showing ايه؟ السؤال ده برضو مهم. showing ايه allows us to understand others feeling. اظهار الايه بيسمح لينا بان احنا understand other feelings، اللي احنا نفهم مشاعر الاخرين. عايز اقول لك اظهار الامباثي، يعني مثلا empathy يعني التعاطف. يعني مثلا لو جيت دلوقتي صاحبك الفاشل دخل عليك وقال لك اخويا انا هسقط، انا مش عارف اعمل ايه، انا الحياه دايس على وشي، ويقعد يعمل كده. انت لازم تطبطب عليه يا حبيبي، ما تزعلش ولا يهمك، انا معاك، انا مع ان انت بائس زيه بس برضه انا معاك، وانا والحديد التاني، فاهم؟ تعيش الدنيا. بعد كده السؤال رقم 5. 5 مستر بيقول لك ايه؟ volunteering in the community can really make. تطوع يا ولاد في المجتمع ممكن او يقدر يعمل اختلاف. يعني مستر اختلاف make a difference، اختلاف. 6 مصر بيقول لك ايه؟ تكنولوجي بيلدز، التكنولوجيا بتبني، عايز اقول لك جسر ما بين world، هتبقى bridges. 7 بيقول لك ايه؟ when I was in Alex was، يعني انت كده بتتكلم في الماضي، يبقى كمل الباقي ماضي. when I was in Alex I swam in the sea every day. 5 ولا ايه رقم كام؟ رقم 8 how long ago. يا ولاد اول لما تشوف كلمه how long ago تعرف كده ان انت ماضي. حلو، بما ان انا ماضي يا مستر فانا عايز دي لا مش هتنفع، ودي لا مش هتنفع. انا عايز how long ago، احط لي هنا فعل مساعد was ولا did؟ لا الاجابه طبعا هتبقى did she graduated. اشطط. خش على اللي بعده. سؤال رقم 9 Dad promised he not us for dinner the following weekend. خلي بالك. هنا يا مستر بنتكلم على جزئية مهمة، وهي ان عندك dad promised he. بص بقى، بتكلم يا مستر على حاجة اسمها reported speech. اول لما تلاقي كلمة بقى بص
اول لما تلاقي كلمه the following، يا لهوي على الكتابه هنا، نقطه the following day او the following week او اي حاجه من الحاجات دي، او the day after، تعرف ان انت على طول هتحط حاجه اسمها would والمصدر. فالاجابه المصدر هتبقى ايه؟ والله هتبقى would invite. نتكلم على السؤال رقم 10. It is so that the thief، يعتقد ان الثيف الحرامي into the house، في البيت through the window it was open. بيقول لك ده deduction يا مستر، ده بتاع يونت اخر يونت تقريبا، يونت 12. كنا بنتكلم على حاجه اسمها الاستنتاج، فبنقول ان انت هنا الحرامي دخل البيت من الشباك، الشباك كان مفتوح اكيد يا مستر، بس خلي بالك it was انه كان ده ماضي، بما ان انا يا مستر معايا ماضي فالحوار لازم الاقي فيه have، فدي تمام سيبها، دي غلط، دي غلط، دي سيبها. فانا بقول لك انه من المعتقد ان الحرامي دخل من البيت من الشباك عشان الشباك مفتوح. دخل من الشباك ولا ما دخلش من الشباك؟ لا يا مستر ده دخل من الشباك، فالاجابه تبقى ايه؟ must have got. سؤال رقم 11 بيقول لك، ماشي خلاص كده. Your qualifications، مؤهلاتك means your education، معناها تعليمك والskills والمهارات والاكسبيرينس والخبره بتاعتك. 12 بيقول لك ايه؟ Your career objection is a short sentence. Describe your career goal and target job. عايز اقول لك ان انت قدامك دول مهمين، تذاكرهم كويس جدا. خش على اول كومنت هتلاقي عندي مثبت لك اهم الكلمات واهم الاجزاء على المنهج، ذاكرهم كويس جدا جدا جدا. اشطط، اوعى تنسى، ذاكر، اتعب، اجتهد، استحمى. انتظرونا في المراجعه رقم 2. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.